السلام عليكم. عادة إذا أردنا أن نحمي أبناءنا وأطفالنا نقوم بمنعهم من الأشياء التي تضرهم، ربما نضربهم، ربما نصرخ عليهم، وربما نزجرهم، ثم نتركهم بعد فترة بعد أن يكبروا فيدركوا فيبدأوا بالامتناع من أنفسهم. الأطفال كلهم بادئ ذي بدء تمنعهم عن النار، ثم يمتنعونهم بأنفسهم عن النار. نحن هكذا مع رب العالمين. رب العالمين في شهر رمضان يمنعنا من المفطرات في النهار من أجل أن نمتنع عن كل محرم بعد شهر رمضان. المنع من الخارج والامتناع من الداخل. منع فامتناع فاستمتاع فمتاع. رب العالمين خلاصة شهر رمضان أن نتحول من المنع إلى الامتناع، من السماع فالانزجار إلى القلب فالإقبال على الله. إذا نحن يراد بنا أن نمتنع لا أن نمنع، فتوكل.